أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولقاء آخر وفقرة رابعة وأخيرة معاكم، وفي صباح يوم جديد فقرة أثرية. فقرة أثرية ومهمة جدا لأنها لشريحة أطفالنا وولادنا الحلوين البراعم، وإنما براعم أثرية في جمعية. يعني الجدير بالذكر ان احنا نذكرها ان في جمعية ما زالت بتهتم بآثارنا المصرية، ولكن على نحو شريحة البراعم الصغيرة واطفالنا الحلوين، جمعية اطفال محبي الفراعنة. مؤسس هذه الجمعية هو الدكتور زاهي حواس، وطبعا كل التحية والتقدير ليه، والمنسق الإعلامي طبعا لهذه المؤسسة الأستاذ علي أبو دشيش. ومعانا اللي هينورنا معاكم في هذا اللقاء الأثري فيما يتعلق بأطفالنا والبراعم الأثريين، وعضو الاتحاد الأثريين والباحث الأثري الأستاذ إسلام زغلول. أهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وانتم طيب. وانت طيب. جميل قوي. يعني أنا بحييكم حقيقة، يعني على أساس إن انتوا من اللبنة الأولى بتوعوهم، بتعملوا عملية توعية بحضارة وطننا وبتاريخنا الأثري المصري الفرعوني العريق بأسلوب واضح جدا إن هو شيق، وده اللي هتوضحه لنا مع مشاهدينا. أسلوب بسيط وبيعوض للأسف اللي مناهجنا المناهج التاريخية بتفتقر إلى هذا الشأن الأثري فيما يتعلق بمدى البساطة ولغة السلاسة والتشويق. كلمني الأول، فكرة البراعم الأثرية دي جت إزاي؟ طبعا اللي ينسب لهذا العمل للأستاذ الدكتور زاهي حواس. أنا اللي بعتبره يعني رمز آثار مصر الحقيقة، ودايما هو يعني بيلبي كل احتياجات المواطن الأثري، أو بيعمل على نشأة أثري نقي صالح. فمهم جدا ان احنا نهتم باطفالنا. فجدير بالذكر كده اللي انا اقوله ان الدكتور زاهي اهتم فعلا بجمعيه اطفال محبي الاثار، وده ودم تكريمه بالفعل بالامس. بالمناسبه هو انا يعني في حاجه حضرتك اشرت ليها، يعني انا اتمنى في كذا دوله. انا اتمنى طبعا. كان خد جائزه الرجل العام في امريكا، كرم خد الدكتوراه الفخريه في بيرو، وطبعا كان بيتكرم امبارح في ايطاليا. فانا اتمنى ان هو يتكرم داخليا بحجم دكتور زاهي حواس الكبير، زي ما بيكرم خارجيا طبعا. اكيد. جمعيه محب الاطفال، اطفال محب الاثار، ده طبعا انشاها دكتور زاهي حواس نظرا ان هو بيهتم بشديد جدا بالاثر الصغير ونشأة الطفل اثري، يكون اثري قوي مثل الدكتور زاهي حواس. الحاجه الثانيه الجديره بالذكر ان الاطفال دي يتم ليها عمل محاضرات نظريا ومحاضرات عمليه او تطبيقيا او ميدانيا في منطقه الاهرامات. طبعا يبقى في جمعيه طبعا في القاهره، مقرها القاهره، هيبقى مهتميه بالمدن. فانا كضلع انا تشرفت مع الاستاذ علي ابو دشيش المنسق الاعلامي الدكتور زاهي حواس، اللي هو جزير الشكر صديق عزيز. طبعا هكون ضلع هام في هذه الجمعيه عشان يعني أشير إلى أطفال، ونختار أطفال من الأقاليم مش المدن فقط، من الأقاليم أقاليم أيضا. فده الدور اللي حملتنا، وده الأهم. ده اللي حملتنا بنحكي تاريخنا. هنقوم بيها مع تنسيق الأستاذ أحمد زغلول، منسق الحملة بنحكي تاريخنا، وأعضاء فريق. طبعا أنا لا أنسب هذا العمل لي فقط، لكن طبعا عندنا النساج وعندنا أحمد وليد ومروه الحسين، مجموعة من المرشدين السياحيين. هم اثريين في تبع فريقي انا الاثري، تبع حمله بنحكي تاريخنا. كل الاسماء ديت بتشيل اسم بنحكي تاريخنا، او بتشيل اسم الاثار المصريه. جميل. فدي حضرتك يعني هنختار مجموعه من الاطفال النابغين في كل المحافظات، مش القاهره بس او الاسكندريه، ويشاركوا بالفعل في جمعيه محبي اطفال، جمعيه اطفال محبي الاثار. جميل جدا، تأكيدا على كلامك ولكن بشيء من التفصيل. على وجه التحديد احنا قلنا أطفال براعم الأقاليم إن لم يكن النجوع والقرى، وده واضح إن الهدف الأساسي إن انتوا توصلوا للمدى البعيد للمناطق النائية اللي ما عندهاش القدر الكافي إن لم يكن مضمحلة تماما في إطار التوعية الأثرية التاريخية المصرية الفرعونية القديمة. واحنا عارفين هو التاريخ يعني على وجه التحديد زي ما الدكتور زاهي حواس ما بنقولش الفرعوني، هو المصري القديم بالضبط. التاريخ المصري القديم.
فضلا عن ذلك بكل تأكيد، لكن في أهداف أخرى هي المقصود والمنوط بها من هذه الجمعية. يعني احنا عندنا براعم هذه النجوع، قولوا لي البرامج ازاي؟ انت اشرت اشارة سريعة ان في محاضرات او مثلا في شرح نظري وشرح ميداني. تمام. قول لي البروجرام او البرنامج اللي بيحصل، انت بتوصل لهم، هل بيقام ورشة العمل او المحاضرة او ما شابه ذلك لديهم في هذه المناطق، ولا بيتم الأخذ بأيديهم وبيتم منحهم رحلة أثرية إلى مواقع العمل الأثري بالفعل؟ تمام. هو ده في طبعا فرق. طبعا ده كلام في فلازم أوضح. لا يعني ده كلام في صميم طبعا العمل، لكن أي حد يسأليه بره مصر يقولوا له مصر زي ما الدكتور زاهي حواس قال فعلا، يقول لك أهرامات، مومياوات، توت عنخ آمون، أبو الهول، 4 حاجات الناس كلها بتتكلم فيها. تمام. فاحنا لو احنا جبنا الاطفال دي وقعدنا نشرح لهم الهرم ازاي تم بناؤه، ازاي هو ما بناش بالصخره، ازاي الحقائق العلميه اللي زمان كانوا بيقولوا اتبنى في 20 سنه، ظهرت كتابات وادله جديده بتقول ان هو اتبنى ب 30 سنه، والكلام ده طبعا اكده استاذي ودكتوري ومثلي الاعلى استاذ الدكتور زاهي حواس. تمام. بنعرف قسم معين من القسم الحضري، بنعرف الاسرات 30 اسره. اي مواطن دلوقتي تقولي له كم هرم في مصر او اي طفل هيقول لك 3، المثقف قوي للاسف هيقول لك 4 عشان في مدرج، لكن هو في 123 هرم في مصر. بناخد الاطفال المعلومات اللي احنا اديناها لهم نظري، بننزل بقى نطبقها ميداني على الاهرامات، على المتاحف، عن طريق شرح مفصل بصحبه الاستاذ الدكتور زاهي حواس. فدي شيء مهم جدا للاطفال. كمان يعني الجدير بالذكر يا استاذ عبير ان الدكتور زاهي حواس اول مره يعني تتقال على الهواء طبعا باذن المنسق الاعلامي الدكتور زاهي حواس ان هو بيعمل مركز عالمي للمصريات. الله. ده بيتبقى في القرية الذكية إن شاء الله. طبعا مع الدكتور حسين عبد البصير، يعني حاجة مشرفة قمة الروعة. طبعا فده واجهة مصرية أثرية عالمية بالظبط. الحاجة الجميلة بقى اللي احنا يعني في الفترة الأخيرة طبعا برعاية الدكتور زاهي حواس، ان هو طبعا أستاذي وراء الحملة، ان احنا طبعا وهو بيكرم حضرتك. هنا صورة للتكريم الدكتور زاهي أحد التكريمات. فاحنا في الفترة اللي فاتت دي كلها حبينا يعني نشير إلى السياحة الخارجية أكتر. ايوه، لان السياحه الخارجيه هي سبب الدخل القومي، وهي سبب تجيب لك فلوس، تجيب لك رخاء اقتصادي. لجأت لمين؟ لبعض الرموز الادبيه ان لم يكن الفنيه الثقافيه الاثريه، بحيث تبقى عوامل مدعاه لتحفيز السياحه الخارجيه. تمام. شوفي حضرتك، كان عندي زياره الشهر اللي فات، كانت مع فنانه اوكرانيه عظيمه اسمها ألينا. ألينا دي يعني قالت عباره جميله جدا. دي توفت؟ لا، ما زالت موجوده، ما زالت اتنشر عليها في صوت الام ده الشهر اللي فات، الشهر الماضي. فلما جيت وشرحت لها اثار الهرم فاعجبت ببناء بيلدينج في مصر القديم، البناء في مصر القديم. قالت انا اعظم حاجه عملتها قبل ما اموت اللي انا زرت الاهرامات. ووعدتني انها فعلا هتجيب اصدقائها الفنانين بعد انتهاء من عمل فناني. وبالفعل لا دي فنانه، دي طبعا اللقطه الصوره اللي فاتت دي سيلينا هولنديه طبعا. سيلينا دي بالمناسبه استاذه علم نفس. دي هنديه. كنت انا معاها برضه واشرح لها اثار الهرم. لكن الهنديه حضرتك ناس مثقفه جدا وناس على قدر من الوعي جدا. كمان الهولنديه الفنانه كارين طبعا ديت عايزه تعمل حاجه جميله جدا. عايزه تعمل كتاب عن الدراما في مصر القديمه. الدراما في مصر وتنشره بقى في ثقافتها، في الثقافه الهولنديه جديده. بس طبعا ده طبعا لازم تاخد بيه تصريحات، ولازم المسؤول طبعا ولازم طبعا. لكن هي الجميل عجبها فكره الدراما في مصر القديم. في عندنا كمان كان عندي حاجه مهمه جدا، زياره لأحد سيدات الأعمال البريطانية. هي بالمناسبة كانت مصممة أزياء. أنا بشير لحضرتك إزاي الحضارة المصرية مسيطرة على عقول الناس في الخارج. مصممة أزياء اهتمت بالزي الفرعوني القديم، إزاي المصري القديم صنع أزياء، وإزاي دلوقتي بيطلع منه موضة. كلنا دلوقتي بنشوف اللون الأبيض الجميل اللي كان فيه موضة. لكن أنا عايز أشير لحاجة مهمة يا أستاذ عبير، وبطمن بالفعل على أرض الواقع كل المصريين، كل المواطنين بحاجة
ايجابيه جدا، ان مؤشر السياحه بالفعل بدا يرتفع الى اعلى، وده بكل صراحه بفضل مجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاول طبعا مقاومته للارهاب الذي يعمل جاهدا على زعزعه السياحه المصريه. فنحمد ربنا ان في رئيس من القوات المسلحه جه حمى مصر في وقت جهل، في وقت كانت الناس عايزه تغطي الاهرامات بالشمع، كانت يعني في وقت ما كانش محب، كانت الهويه المصريه هتنطمس، وكانت الهويه مش هتبقى تمام. لكن الحمد لله ان في استقرار دلوقتي، الحمد لله في سياحه. حتى حضرتك لو هتتابع اخبار ان السياحه الروسيه هترجع في شهر 2. بدأ كان في مقاطعه طبعا في السياحه الروسيه، بدأت الحمد لله الافواج الروسيه تيجي في شهر 2 القادم يعني. لكن مهم جدا ان انت حضرتك عندك اصدقاء خارجيا وداخليا، انا عندي اصدقاء خارجيا. مهم جدا الترويج الاعلامي، مهم جدا ان احنا نشوف الرموز الفنيه المؤثره خارجيا والادبيه خارجيا، هتفرق طبعا، ونعملها رسل لمصر القديمه. لكن طبعا كل ده بيراه يعني دكتور زاهي حواس، اللي انا بعتبره يعني سفير الفراعنه ورمز اثار مصر. اكيد اكيد. خطه جمعيه محبي او اطفال محبي الفراعنه فيما يتعلق بالبراعم الاثريه، ايه الخطه؟ في خطه قصيره المدى وخطه طويله المدى المتبع ان شاء الله، ما هو قادم بقى الفتره القادمه؟ طبعا هو الداتا كلها طبعا والبيانات دي طبعا مع الاستاذ الدكتور زاهي حواس، ولكن هو استنباط انا زي ما قلت لحضرتك بيبقى في محاضرات نظريا، شرح الطلاب. انا اقصد بمعنى ايه؟ بمعنى على وجه التفصيل. يعني انت قلت لي في المطلق انكم هتشتغلوا على الاقاليم، هتبتدوا بايه؟ هتبتدوا بمحافظات ايه؟ بالمناسبه التحرك الحراك. لا بالمناسبه حملتي بنحكي تاريخنا طبعا برعايه الدكتور زاهي حواس والدكتور محمود الحلوجي مدير المتاحف الاقليميه. طبعا ده بيبقى لكل محافظه لنا مندوب فيها، بنحكي تاريخنا تحت يعني مندوب موجود. عندنا طبعا في بني سويف، عندنا في سوهاج، عندنا في المنيا، عندنا في الصعيد مصر. كمان هيقدر ان هو اكثر جداره، ان هو قربا وتواصلا، فاديكوا التاتا البيانات تمام. في التعامل. حتى كان معايا في الزياره الاخيره للوفد العربي. بالمناسبه عايز اشير لحاجه مهمه. اتفضل. ان احنا شويه معلش ان بنهتم بالسياحه الاوروبيه، جميل، السياحه الداخليه جميل، لكن ناسين الشريحه العربيه. كان عندي زياره في الاسبوع اللي فات مع فريق كشافه العربيه السعودي، وتم تكريمنا من السفير السعودي، وكان يعني كان راجل يعني معلش هو السياحه العربيه ما شاء الله بطبيعه الحال استاذ اسلام مهمة جدا. يعني مهمه جدا، ولكن بطبيعه الحال اخواننا العرب قادمين ودائما وافدين ومتواصلين معنا بشكل او باخر يعني. فعشان كده يمكن من حين لاخر التركيز وبؤره الارتكاز بيكون على السياحه الدوليه الاوروبيه. الاهم ده الاهم. انا بحييك طبعا استاذ اسلام زغلول، الباحث الاثري وعضو الاتحاد الاثريين، وطبعا كل التحيه لدكتور زاهي حواس مؤسس جمعيه اطفال محبي الفراعنه البراعم الاثريه. لكم مني كل التحيه. شكرا لك. صباح الخير عليكم. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في أجواء صباح يوم جديد. دمتم في رعاية الله. لكم مني كل التحية. عبير عبد الله.